وزي ما عودناكم تغطيه حصريه لقناه صدى الملاعب لدوري ابطال مصر، والنهارده هنا في سهره رمضانيه واجواء ممتعه، ومعانا بقى نجم مختلف عن العاده وهو نجم نادي الاسماعيلي ونادي انبي، وحاصل على بطوله دوري ابطال مصر الموسم قبل الماضي. معانا الكابتن علي حسين. اهلا وسهلا بيك كابتن علي. يا كابتن ابو ريشه، ومبسوط ان انا معاكم ومتواصل معاكم في البطولات. لو حابب تهدي الشعب المصري كله بمناسبه رمضان تقول لهم ايه؟ اقول طبعا للشعب المصري كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، وربنا يعود علينا الايام بسعاده واطمئنان، وربنا يجيب الخير دايما لمصر ان شاء الله. شايف يمكن ما شاء الله ده ثالث موسم على التوالي، يمكن انت كنت من الفرق ما شاء الله المصنفه وعلى طول على منصات التتويج، ويمكن انت ما شاء الله توجت بالبطوله السنه الموسم اللي قبل الماضي، والموسم الماضي ما شاء الله كنت خاتم في قبل النهائي من فرقك، من الفرق ما شاء الله اللي هي كويسه. شايف ان دوري ابطال مصر بتقدر تفيد مدربين ولاعبين خلال الاحتكاك زي الدورات الرمضانيه؟ طبعا البطوله كويسه وما شاء الله مسمعين، وكابتن ابو جريشه والكابتن العميد محمد عادل عاملين شغل كويس ما شاء الله، والدنيا مسمعه والولاد بتستفيد واولادهم بتبقى مبسوطه، والاجواء بتبقى جميله بصراحه يعني. لو تنصح النهارده اللاعبين من خلال دوري ابطال مصر الاحتكاك ده تقول لهم ايه يعملوه خلال الدورات دي عشان يقدر المستوى بتاعهم يعلى؟ اقول لهم طبعا يركزوا ويكونوا المنافسه طبعا منافسه شريفه، واهم حاجه الروح الرياضيه بين اللاعبين، نخرج باجواء كويسه وربنا يكرمهم، هم اولاد متعين وبيسمعوا الكلام، وربنا يكرمهم ويعملوا حاجه سنة. شايف النهارده يمكن اول مباراه ليك، بتحب النهارده لو تقول رساله للاعبين خلال اول مباراه تقول لهم ايه؟ هو رسالتي دايما ليهم ان احنا بنلعب على الفوز طبعا، احنا مش جايين نشرف البطوله كده وخلاص، لا احنا جايين ننافس، لان كل الفرق اللي معايا الحمد لله بتعمل نتائج، وانا زي ما حضرتك ذكرت برضه قبل كده انا خدت البطوله ولاعب النهائي السنه اللي فاتت وما حصلش نصيب، لكن ان شاء الله ربنا يكرمهم، دي اول سنه ليهم من فرقه 2009 وربنا يكرمهم. النهارده شايف مسانده كبيره جدا من اولياء الامور واللاعبين كبره بيوجهوا خلال المباراه مساندتهم ليك، توجه رساله النهارده اولياء الامور اللي جم ساندوا خلال المباراه بتقول لهم ايه؟ انا بقول لي طبعا شكرا لاولياء الامور اللي هم واقفين في ظهري وبيشجعوا اولادهم، وفي اي محافل او اي تجمع ما بيتاخروش، ودايما معاهم واثقين في المدرب بتاعهم، واحنا يعني يد واحده، وبشكرهم طبعا من خلال حضرتك ومن خلال دوري ابطال مصر. سعيد بلقائي معاك كابتن علي حسين، فريق طلائع مصر، وانتظرونا وتغطيه خاصه لقناه صدى الملاعب لدوري ابطال مصر، وسهرات سهرات رمضانيه يوميه ان شاء الله، وكواليس باذن الله في دوري ابطال مصر. شكرا.